السلام عليكم احبتي. اليوم عندنا هاي الكوسرة الشفت مالتها مال القرص يتحرك، هذا دليل على انه البولبرين عاطل. فراح نفتحها ونراويكم طريقة الفتح مالته نجيب التنافيذ يعني براغي قوية مفتوحة. هؤلاء رقين بالنفيس. جيب الزيت هاي بعد ما فتحته أخذ الكوسة على صفحة. أنا أبين لكم طريقة الفتح مال البولبرين. هاي شوف شلون دا يتحرك، وحتى هذا الواشر هم فالت بيه، يعني البراغي طاقة مبينة. عندنا أول شي نجيب درنفيز مدبب مثل هذا ونضغط القفيز بهالصورة هاي. إذا ما عندك قارصة مال قفايز، أنا بالنسبة لي عندي، بس أبين لك شلون أنت إذا ما عندك تطلعها بهالطريقة هاي. أو حتى لو درنفيز عادي بس تضغطه نفس الشي، بس أنا عندي هذا مدبب بهالصورة هاي. كيف عشان تنفر هذا القفيز يعني طفر بخطين، هو ما راح بعيد. أبدي أطلع الدشلي بهالطريقة هاي، أو إذا تفخه هم يطلع عادي بهالطريقة، يعني شغلة بسيطة يطلع بكل سهولة. وهذا الواشر اللي المفروض هو بالبراغي، ظاهر البراغي راخية ومتفلشة. هذا السيل مال الدشلي. هذا برغي حاشر جوا، وبرغي بعد طبعا ثالث ما موجود. هذا حاشر مدى يطلع، هسه بعدين نطلع، هذا مو مشكلتنا. هسه هذا البرغي الثاني، هذا البرغي الثالث خله فتحه. فتح هذا، احاول هذا البرغي بدأ يطلع. فلحبتي ان شاء الله طلع البولبرين بأي مطرقة بهالطريقة هاي رأسا طلع بهالصورة هاي، حتى البرغي طلع. هذا طريقة إخراج البولبرين بهالصورة هاي. بس البولبرين نفسي تلحق بهالطريقة هاي. هذا كله دا استعملكم أنا بدون هذا، يعني أنا حتى فخ عندي والله. شوف بهالصورة هاي، يعني أبسط الطرق. إذا أنت بالبيت ما عندك هذا أدوات، ماكو بيت ما بيه مطرقة ودرنفيزيات، تقدر بهالصورة هاي. شوف هذا البولبرين دا يتشلب مستهلك حيل، دا يلعب بهالصورة هاي. أنا عندي هذا قديم، أقدر أبدل البولبرين مالته بنفس الطريقة، أفتحه وأشده على هذا نفس الطريقة، أبدل هذا وأشلع هذا بنفس الطريقة وأبدل هذا. بس أنا عندي بولبرين فلا أبدله. يعني تقدر تبدله إذا عندك بولبرين مستهلك تقدر. وإذا أتمنى تكون استفادتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.